حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مفيش مطبخ، أنا رايحة مشوار وقلت أخدكم معايا المشوار ده نغير جو وننسى شوية شغل البيت. نزلت الساعة 8 الصبح، ركبت الأتوبيس اللي ماشي على البحر، وحسيت إن أنا لأول مرة بشوف اسكندرية. حسيت قد إيه البحر وحشني. أنا السنة دي تقريبا ما شفتش البحر ولا مرة. كلنا عارفين إن اسكندرية للإسكندرانية في فصل الشتاء، بنهرب منها في فصل الصيف. حطيت وشي في الشباك وقعدت أتفرج على جمال اسكندرية وجمال الجو. من حظي الجميل الجو النهاردة كان رائع. قعدت أتفرج على اللي بيصطاد واللي بيجري والاتنين اللي ماشيين بيحبوا ببعض على البحر. ابتديت أنسى إن أنا رايحة المشوار ده غصب عني، دي مأمورية تبع الشغل. وبصراحة من جمال المشوار ومفيش أجمل فسحة من إنك تركب الأتوبيس وتفضل تتفرج على البحر طول المشوار بتاعك وتستمتع بجمال البحر وجمال اسكندرية. ومن حلاوة المشوار وصلت للمكان اللي أنا رايحاه بسرعة. وصلت عند ساعة الظهور قدام شارع فؤاد. شارع فؤاد يا جماعة ده شارع مشهور قوي في اسكندرية. شارع أول ما تدخل فيه تحس كده بعبق التاريخ. ادي اسكندرية بالتاكسيات بتاعتها الصفرة في اسود. شارع فؤاد على اوله عمارة فيها البنك الاهلي، وبعديها على طول عمارة تبع هيئة الآثار وشكلها بيقول انها فعلا تبع الآثار. المكان اللي انا رايحاه هو عند العلامة الحمراء اللي جوه دي. ما كنتش فاكر ان المكان قريب قوي كده من الشارع على طول. دخلت الشارع ده وابتديت احس كده بايه، ان انا داخله مكان عريق. مش عايزه اقول لكم انا ست بيتوتيه ما بخرجش كتير وما اعرفش حاجات كتير في اسكندريه. بمجرد انه وصلت للمكان وقفت في مكاني كده واتسمرت. ايه ده انا رايحه قصر، ده انا رايحه مكان. يعني انا انبهرت من شكله من بره. يا ترى ايه المكان ده وايه تاريخه وانا رايحه ليه؟ تعالوا نشوف. وبمجرد اني وصلت المكان اتسمرت قدام الباب وقعدت اتفرج على القصر من بره، وكل شوق ولهفة ان هم يفتحوا الباب علشان ادخل واشوف المكان الجميل ده. الباب اتفتح الساعة 9 بالظبط، وعلى الباب كمان اسعار الزيارة للمصريين وللأجانب. وبمجرد ان الباب اتفتح الساعة 9 دخلت وانا عمالة اتفرج وبملى عيوني بجمال المبنى ده. قعدت اتفرج عليه من بره. المبنى ده طلع ايه يا جماعة؟ طلع متحف اسكندرية القومي. وقبل ما ادخل المتحف قلت اخد جولة كده من بره قبل ما ادخل القصر واشوف المتحف اللي فيه. خدت كده جولة في الجنينة وقعدت الف حوالين المبنى، وايدي كده كنت بلمس الاحجار القديمة بتاعت المبنى دي وبسألها يا ترى اصحابكم فين؟ واحنا ماشيين كده هنلاقي باب هنرجع له تاني، لان الزيارة هندخل اول حاجة هندخل من الباب ده. وابتديت ألف حوالين المبنى، وده شكل المبنى من الناحية الخلفية بالجنينة الجميلة اللي حواليه. شايفين جمال المبنى وجمال الجنينة؟ قعدت كده أسأل نفسي عن الناس اللي كانوا عايشين فيه والبيوت القديمة اللي حواليه. حتى البيوت اللي حواليه بتتكلم عن نفسها وعن تاريخها القديم. ولقيت نفسي بسأل الأشجار اللي موجودة يا شجر انت لو تتكلم هتحكي ايه عن الناس اللي كانوا عايشين فيك؟ قعدت كده أملى بعيني بالمساحة الواسعة الجميلة الخضراء وبالبيوت القديمة اللي حوالين القصر. شايفين الجمال؟ تعالوا كده نكمل ونشوف بقية جولتنا. هنرجع للباب اللي أنا قلتلكوا عليه. ده باب هيودينا لحاجة مهمة جوه القصر أو جوه المتحف. هيودينا لأول مكان هنزوره المقبرة. بننزل سلم كده طويل ونلاقي نفسنا في مكان يعني أشد ظلمة، بتنوروا كده بعض اللمبات. المكان ده إيه؟ المقبرة. وابتدينا ننزل سلم المقبرة بحذر شديد. المكان ضلمة ما بتنورش غير بعض اللمبات. الواحد ابتدى قلبه يدق. نازلين على تحت، طبعا ما هي مقبرة يبقى لازم تكون تحت. وبحذر شديد نزلنا. الواحد عمال يفكر يا ترى هيشوف ايه تحت، وايه المكان اللي موجود تحت ده، ويا ترى هيكون فيه ايه. مجرد ما بننزل المقبرة بتلاقي في وشك التمثال أنوبيس، الكلب اللي بيحمي المقبرة من اللصوص، قاعد لنا كده على باب المقبرة. خدنا جولة سريعة كده جوه المقبرة، لقينا فيها كل ما يخص الموت، الأواني، العملات، النقود بتاعتهم. وكان أجمل ما فيها
التوابيت بالمومياوات اللي موجودة فيها، تقف قدامها عاجز عن الكلام من احتفاظها بأشكالها بألوانها كل السنين، آلاف السنين دي. وادي موميا كاملة بالتابوت بتاعها، والواحد يقف يقول مش مصدق ان الاجسام دي موجوده الاف السنين وهي محتفظه بقوامها وبالوانها وبالنقش الجميل اللي عليها. بصراحه يعني تقف تتفرج وما تتكلمش ولا كلمه، تبقى بس في حاله من الانبهار بجمال العصر الفرعوني ده. طبعا هنا قلنا في عملات ذهبية، وفي القلادات اللي كانوا بيلبسوها، وبعض التمائم، طبعا اعتقادهم في الحياة بعد البعث، والتماثيل الصغيرة دي اللي كانت بتعتبر خدم ليهم بعد البعث. وجميل ان في لافتات بتقولك كل حاجة انت عايز تعرفها جوه المقبرة. وادي الكلب قاعد لنا على بابها عشان اللصوص. انا بقى لقيت نفسي لوحدي في المقبرة، وبمجرد ان انا شفت السلم خدته وقلت يا فكيك وطلعت أجري على فوق. حسيت إن السلم ما بيخلص. بصراحة مكان يعني تقف فيه كده إجلالا وانبهارا بعظمة الناس دي. قعدت أدور كده على الباب وبصيت تاني لقيت المقبرة، وما صدقت إن أنا طلعت بره، وقلت بقى إيه أشوف النور وأدخل أشوف المتحف من جوه. وابتدينا ندخل المتحف نتفرج عليه. وبمجرد انك تعدي الباب العتيق ده بتاع المتحف بتلاقي لافتات على الجنبين بتوضح لك محتويات المتحف. بيقول لك الدور الاول فيه ايه والدور الثاني فيه ايه. الدور الاول بيبقى فيه العصر الروماني واليوناني والمتاخر، والدور الثاني الاسلامي والقبطي والحديث. وبتلاقي كده خريطه بتعبر لك عن كل محتويات القصر، والافتتاح بتاعه اللي هو تم سنة 2003. عايزة أقول لكم إن القصر ده كان لتاجر سوري، تاجر أخشاب اسمه أسعد باسيلي. لحد دلوقتي عنده ورش بيقولوا إنها في الورديان باسم ورش باسيلي. وباسيلي ده كان مسيحي، وبالرغم من كده بنى مسجد معروف لحد دلوقتي في منطقة الورديان باسم جامع باسيلي. طبعا بمجرد ما أنا دخلت الصالة بقى بتاعة القصر قعدت أتفرج على الرخام اللي في الأرض والأعمدة الجميلة وارتفاع السقف، وكل حاجة فيه كانت بصراحة كانت مبهرة. ودخلنا كده تحت على هتلاقي كده حجرات مفتوحة ومتعددة، ادخل بقى واتفرج يا عم. كمان فيها هنا الآثار الغارقة بتاعة الإسكندر الأكبر اللي كانت غرقانة في البحر. وفي كمان كده عصر متأخر تدخل بقى، وهنا مفيش وقت بقى للكلام غير انك تتفرج بس وتستمتع بجمال العروض اللي قدامك، وكل حاجة محطوطة عليها لافتة تشرح لك كل اللي انت عايزه. تعالوا كده نشوف بعض في العصر الفرعوني بعض القلادات وبعض التماثيل الفرعونية الجميلة، وتتفرج بقى على جمال النحت، وإن الحاجات دي عاشت آلاف السنين وموجودة لحد وقتنا دلوقت. أنا بصراحة حتى مش عايزة أتكلم كتير، عايزاكم تتفرجوا على الحاجات الجميلة دي. ودي بعض الآثار الغارقة برضو اللي طلعوها من البحر، اليونانية والرومانية. وطلعنا تاني كده على الردهة بتاعة القصر، وأنا بقى مبهورة بالعواميد وبالأرضية الرخام دي. ورحنا كده لمكان تاني، أنا بصراحة ما كنتش عارفة أنا بدخل فين وبطلع فين. أنا كان كل همي إن أنا عايزة أصور كل الحاجات الجميلة دي، الأواني الجميلة والنقوشات الجميلة اللي عليها دي. مهما أقول لكم مش هيبقى زي ما تشوف أنت بعينيك. شايفين الجمال؟ يبقى الدور الأرضي ده فيه العصر الروماني والإغريقي أو اليوناني، تماثيل بقى الجميلة اللي بتعبر عن العصور اللي مرت على اسكندرية كلها. القصر ده بيضم كل العصور اللي مرت على اسكندرية، من الروماني واليوناني والعصر المتأخر. ده كل ده موجود في الدور الأول. اتفرجوا بقى على الأواني الجميلة اللي اتحدد كل السنين دي لحد ما وصلت واحتفظت بشكلها لحد دلوقتي.
ايه الجمال ده. وبصراحة كل حاجة في المتحف منظمة وجميلة، وعليها اللافتة بتاعتها اللي تغنيك انك تسأل او ان حد يشرح لك. كل همك تبقى كده بتتفرج وعينيك مبحلقة، مش مصدق ان انت واقف في هذا المكان العريق، كله تحف من كل العصور اللي مرت على اسكندرية. جينا بقى ايه، خلصنا جولة تحت وجيت اطلع السلم الرخام بالدرابزين بتاعه الجميل ده، وانا طالعه بقيت اتحسس السلم واتحسس الدرابزين واتخيل الناس اللي كانوا عايشين في القصر ده، وشعورك كده كأنك امير وطالع على السلم الجميل في القصر ده. في الدور اللي فوق بقى بيعبر عن العصر الاسلامي والقبطي والعصر الحديث. تعالوا كده نتفرج، كل قطعة مناسبة للمكان اللي هي فيه. تدخل كده. الجميل كمان في القصر ان كل الباترينات اللي محطوط فيها الآثار محطوطة في نص الأوضة، يعني تخليك معلقة في نص الأوضة، تعرف تتفرج عليها من كل الاتجاهات، يعني مش بس مسنودة على الحيطة تتفرج عليها من قدام، لا ده انت تلف حوالين الباترينة تشوفها من قدام ومن ورا، يعني حاجة كده ثلاثية الأبعاد. اتفرجوا، أنا مش عايزة أتكلم، أنا عايزاكم بس تشوفوا الجمال، يعني لدرجة إن في أقمشة كانت موجودة من آلاف السنين. ولقيت الشباك ده مفتوح، حسيت كده بإن الأميرة فوزية، قلت أتفرج كده من الشباك وأشم عبق التاريخ من الشباك. اتفرجوا بقى على الحاجات الإسلامية والحاجات من العصر المملوكي والعصر الفاطمي. تعالوا كده ندخل ونشوف دي بتتكلم على إيه. اتفرجوا بقى هنا على، شوفوا الدرع اللي كان في العرب، درع حقيقي أول مرة أشوفه، حسيت إنه تقيل بشكل مش عادي. وكمان بعض الأسلحة والخوذة اللي كانوا بيلبسوها في الحرب، وبعض السيوف الإسلامية، شايفين؟ وهنا بقى ده العصر المملوكي. اتفرجوا بقى على جمال الفن في البيبان أو في الأواني المنزلية. شايفين الباب وجماله، ايه الفن، ايه الزمن الرايق الجميل ده. لا ده شباك عادي، لكن ده كان باب من العصر المملوكي. شايفين التحف الجميلة اللي بتضمها متحف اسكندرية. وده تقريبا كان باب مصرع باب، حاجة زي كده. واقرا بقى واعرف كل اللي انت عايزه عن كل قطعة موجودة فيه. ومن أوضة لأوضة شايفين حتى الاكسسوار بتاعهم والأواني بتاعتهم. ونيجي بقى ايه للعصر الحديث، ندخل بقى على الطباق الصيني بقى والتحف والفازات والحاجات بتاعت اسكندرية في الزمن الحديث. وهنا بقى معانا شوية من القلادات والعملات المعدنية والنياشين بتاعت العصر الحديث من محمد علي للزمن الحالي. شايفين بقى الشمعدانات النحاس والحاجات بقى بتاعت القصور، ونقول الله 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 يا سلام. أنا بصراحة بقيت ألف مش عارفة أجيب لكم إيه ولا إيه ولا إيه. ودي كلها من العصر القبطي، حاجات وكتاب من أيام العصر القبطي. وكل الأواني دي شايفين العصر القبطي وعلامته الصليب والأواني المختلفة دي. يا رب أكون قادرة أوصل لكم كل المعلومة. ودي تاني من العصر المملوكي والأدوات بتاعتهم الجميلة، لدرجة أنا بلف ما بقيتش عارفة أنا رايحة فين وجاية منين. حسيت بإني دخت مع الزمن الجميل ده، ورجعت تاني كده أبص على السقف وعلى الجدران وعلى الزمن الرايق ده. إيه الجمال ده، إيه الناس الرايقة في الزمن الرايق ده، والأرض الجميلة الرخام والسلم بالشكل الجميل الحديد بتاعه ده. إيه الجمال ده. أنا بصراحة يعني اتمنيت لو أعيش في القصر ده يومين 3 بس. وبعد ما خلصنا جولة في الدور اللي فوق، جاء وقت النزول. لقيت نفسي برضو بتفحص بعين الكاميرا كل حتة في القصر، حتى وأنا نازلة بقيت أتفحص السلالم والدرابزين المعدن الجميل ده،
وانت نازلة كده بتحس انك أميرة من أمراء الزمن الجميل. بنزل كده وانا ايدي عمالة تلمس الدرابزين واقول يا ترى مين كان نازل وايده كانت ماسكة الدرابزين بالسلم الجميل ده، والجدران والمباني والسقف العالي اللي يحسسك ان فيه هوا وكده وحاجة ترد الروح، مش السقوفة الواطية اللي طابقة على نفسنا وهتخنقنا. شايفين السلم نفسه تحفة فعلا، سلم من سلالم القصور. شايفين؟ وطبعا زي ما في ناس نزلت على السلم ده حبيت احسس نفسي ان انا اميرة من امراء الزمن ده، وسجلت لنفسي لقطة كده وانا نازلة على السلم، نازلة بتفرج بقى وانا نازلة على السلم كده على الصالة بتاعة المتحف والقصر الجميل بالعواميد بالارتفاعات بكل حاجة جميلة في القصر ده. بنصحكم الأيام اللي جاية في أجازات كتير خدوا ولادكم وعرفوهم تاريخ بلادهم، حاجة كده تحسسك بالفخر وتحس بمدى سعادتك بالانتماء للبلد اللي مر عليها عصور، والبلد دي احتفظت بآثار الناس اللي عدت عليها السنين والآلاف من السنين اللي فاتت. انزلي بقى السلم وانت حاسة كده انك أميرة في نفسك. وقبل ما نطلع من الباب رجعت أبص تاني للقصر وملي عيني بيه، وعلى قد ما كنت جاي المشوار ده وانا متضايقه طلعت منه وانا مبسوطه جدا، وبشكر الظروف اللي ادتني فرصه ان انا اجي المكان الجميل ده. وزي ما قلت لكم بنصحكم ان انتم في الاجازات تجيبوا ولادكم وتفرجوهم على تاريخ بلادهم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انتم تدعموني، سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.